اهلين وسهلين حبيباتي، ان شاء الله كامل تكونوا لاباس وانتم تشاهدوا في هذا لا فيديو. يعني شهيتكم في الجنه. اليوم جبت لكم اجنحه الدجاج محمرين مع بطاطا محمره. الله الله، يعني كما اي حب الخاطر. هنا البنات كنت جبت الاجنحه الدجاج كما كنتم تشوفوا، صفيتهم، يعني نحيت لهم هذاك الزايد كما كنتم تشوفوا معايا، قطعتهم مليح، يعني تصفيوهم تشوطوهم كما العاده. يعني البنات هذه الوصفه اقتصاديه وما راحش تندموا عليها، يعني ما فيها والو، ويجيو محمرين يعني غير من تاع برا، والبنه ولا اروع. وحرا نعطيكم السر تاع التحمار تاعهم، يعني كيفاه يجيونا حمر مراتين كيما تاع برا. يعني يا البنات نتمنى لكم مشاهده ممتعه في هذا الفيديو، وان شاء الله يعجبكم. هنا بعد ما كامل صفيتهم البنات كما راكم تشوفوا، جيت الاخر غسلتهم مليح بالماء والخل، يعني وحطيت فيهم شويه خل هكا حوالي ربع ساعه ولا 10 دقائق هكا باه تنحى الريحه. انا هكا يعني نستعملهم، ومن بعد صفيتهم وخليتهم ينشفوا شويه. ودوكا يا البنات يا حبيباتي نجيو عند التتبيله، يعني هي الشيء الاساسي في هذه الوصفه. هنا البنات ماذا بكم التتبيله، يعني تجيبوا بورتمونجي بصح تكونوا حديروها اذا راح طيبوها العشيه، طيبوها الجرحين العشيه، ديروا لهم التتبيله صباح ولا ليله قبل هكا باه يتشربوا هذيك التتبيله ويجيو ابنان. هنا اول حاجه البنات كما راكم تشوفوا، جيبوا البورتمونجي، حطوا الجرحين تاعكم بعد ما نشفوا وحكموا بالموس، ديروا لهم هكا ضربات باه من بعد يدخلوا لهم التتبيلات. هنا عندي فلفل اسود، كزبر، معدنوس، ملح، يعني او فلفل احمر. اذا عندكم توابل الشاورما زيدوا شويه، وثوم بودره. هنا انا استغنيت عندهم، ما كانوش عندي يعني نورمال. نزيدوا هنا الشيء الاساسي، يعني السر في التحمار هي مغرف صغيره عسل للبنات. مغرف صغيره هذه تاع العسل راح تعطيهم تحميره هايله، مع مغرف صغيره طماطم تاع الباط. يعني البنات هذا الشيء راح يعطيهم حموريه كما تاع برا، والتحمار يجي هايل. هنا البنات زدت شويه زيت، حوالي 4 ملاعق ولا 3 كما عينكم هي ميزانكم. هنا بعد ما ضفت كامل المكونات نحكم بيدي يعني البنات، وندخل كامل يعني هذوك لي زيبيس ويعني تتبيله في الجنحين. وهنا البنات بعد ما دخلت مليح توابل راح نزيد 5 فصات ثوم متوسطين ونعاود نخلط. هنا بعد ما كملت كامل البنات وخلطتها مليح، نغسل البورتمونجي تاعي نحطوها في الثلاجه حتى الوقت اللي حطيبو. من بعد الوقت يعني راح طيبوا فيهم، نجيبوا كيكوطه البنات كما كتشوفوا، حطوا فيها 3 ملاعق زيت، والبنات حطوهم على جهه. كي يتحمروا على جهه عاودوا قلبوهم يعني على نار هادئه، وما تقفلوش الكيكوطه باسكو هنا لازم نعطيو لهم الساعه التحميره عاده باه نقفلوا الكوكوط. هنا بعد ما حمرتهم عن جهتين كما كنتم تشوفوا معايا باه يجيو محمرين من بعد، يعني نحمروهم الساعه ومن بعد نقفلوا على الكيكوطه باه يطيبوا لنا من الداخل. شوفوا هذيك الحموريه البنات يعني جات هايله. في نفس البورتمونجي اللي كان باقي فيها شويه توابل البنات، قصيت هكا بطاطا وضفت عليها حوالي كاس تاع ماء، يعني كاس صغير تاع ماء، وضفتها بعد ما تحمروا لي جنحين، ضفتها في الكوكوطه وقفلت عليهم. وشوفوا النتيجه بعد ربع ساعه، طبق ولا اروع، تحمري به وجهك. وان شاء الله يكون عجبكم الفيديو، مشاهده ممتعه. نلتقي في فيديو اخر ان شاء الله. ما تنسوش متابعه وابوني للقناه فضلا وليس امرا.